السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هالة ودي قناتي اسمها هلول. بصوا بقى النهاردة هعمل معاكم طاجن يعني روعة، والله العظيم طعمه روعة. بصوا أنا جوزي أكبر واحد تنكي في العالم عجبه، مش هقول لكم أكتر من كده. بصوا بقى الطاجن اللي احنا هنعمله النهاردة ده كل مكوناته أنا متأكدة إن هي موجودة عندكم دلوقتي في التلاجة. خشي بقى طلعيها وتعالي أقولك هنعمل إيه. بصي بس الأول على شكله وتأملي كده في جماله. بصي عامل إزاي، روعة والله العظيم. يعني اكتر حاجه لذيذه ممكن تاكليها في حياتك. يعني شايفين الفراخ عامله ازاي؟ الفراخ دايبه وطريه وصوص كده في الطاجن، يعني فعلا والله العظيم مفيش ألذ من كده. بصوا بس على شكله، شايفين الفراخ عامله ازاي؟ يعني حاجه والله العظيم روعه يعني فعلا. بصوا بقى، اول حاجه انا معايا ايه؟ دي المكونات الاساسيه اللي هي اكيد عندك دلوقتي: 3 بطاطسات وسط، 3 طماطمات برضو وسط او يعني مايلين للصغيرين، بصلتين، قرنين فلفل. شايفين البساطه؟ شايفين يعني؟ ولا بقى مكونات غريبه ولا حاجات مش عندنا ولا حاجات غاليه، وكلها حاجات طول الوقت عندنا يعني الحمد لله. هجيب الحاجات دي زي ما هي كده: 3 بطاطسات، 3 طماطمات، بصلتين، قرنين الفلفل. وممكن قرن واحد كفايه، وممكن الفلفل يكون حامي او بارد، ده اختياري براحتك انتي. وهاخد كل الحاجات دي دلوقتي كده مع بعض، هغسلها غسله طبعا حلوه الاول، وبعد كده اقطعها شرايح بالشكل اللي انت شايفاه دلوقتي ده. وهنزل دلوقتي بمعلقه ملح، ودي معلقه كمون، على فلفل اسود، على كزبره. انا طحنه ال3 مع بعض، وباخد منهم معلقه كبيره كمون، فلفل اسود، كزبره. طحنه ال3 مع بعض وخدت منهم معلقه كبيره، وحطيتها على البصل وعلى الخضار يعني اللي معانا دلوقتي ده، وقلبتهم مع بعض تقليبه حلوه. وحطيت على الوش بقى، انا حطيت 4 قطع فراخ، انت بتحطي العدد اللي انت عايزاه. وبعد ما حطيت الفراخ رحت رشه عليها كده رشه من البهارات برضو اللي انا حطيتها للخضار. وفوق الفراخ حطيت يعني شويه كده من الكزبره بتاعه المحشي، مش بقدونس، كزبره اللي هي بتاعه المحشي العاديه خالص دي. خدت الورق بتاعها بس، قطعته وحطيت منه كده شويه، يعني زي ربع حزمه بس الورق بس. وبس كده. انا على فكره حطيت زيت بس معلش هو ما جاش في المقطع، انا حطيت يعني حوالي 3 معالق زيت او 3 معالق سمنه. بس يعني الزيت بيدي للحاجه لمعه يعني كده حلوه. وبس هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض وهدخلها الفرن، هغطيه طبعا كويس. لو انتي شايفه ان الطاجن مثلا عندك صغير زي ما هو صغير معايا كده، انا ما كملتش للاخر على فكره، يعني انا ما حطيتوش في الفرن وهو كده. انا فضيته بصراحه في حله وحطيته على النار في حله واسعه، عشان الطاجن كان قليل صغير، فكان مش يعني الحاجات ما كانتش هتستوي كويس، والفراخ محتاجه تتقلب، والحاجات دي تتقلب كويس قوي في بعض. فحطيتها في الحله، اول ما استوت رحت، مش استوت، خدت يعني زي نص سوا كده، رحت حطها تاني في الطاجن. والخليط بقى اللي انتوا شفتوه معايا دلوقتي ده اللي هو الصلصه ده معلقه كبيره صلصه، على معلقه كبيره زيت، على رشه من البهارات اللي احنا حاطينها دلوقتي، على رشه ملح. قلبتهم كلهم مع بعض ودهنت بيهم وش الفراخ. يعني بعد ما حطيتها في الطاجن ودخلتها الفرن وتقريبا استوت خلاص، الفراخ استوت خلاص، ورحت مطلعه الطاجن، ورحت مدياله دهنه كده بالصلصه اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. بفرشه بقى عندك، بمعلقه، يعني زي ما انت عايزه، المهم ادهني كل حته في الفراخ عشان تاخد معاكي اللون الاحمر اللي يفتح النفس ويجوع ده. بس دخليه بقى الفرن تاني وحطيه تحت الشوايه لحد ما ياخد معاكي اللون ده. وبس، بالله عليكم في اسهل من كده؟ طب في احلى من كده؟ طب في اطعم من كده؟ روعة وحياة ربنا، روعة يعني في طعمه، شكله، ريحته بيقلب الدنيا، ريحته بتقلب الشقة. وبس يعني مفيش سهولة اكتر من كده. يعني امي دلوقتي، انا كنت عاملاه والله على الفطار اول امبارح ولا امبارح، والله امبارح كنت عاملاه على الفطار امبارح. امي بقى عملوه دلوقتي، ما بياخدش والله وقت خالص، وفعلا يعني روعة. شايفين شكله؟ لو حابه ان انت تزودي معلقه صلصه في البطاطس، يعني معلقه صلصه بعد ما تحطي كل الخضار، يعني تدي له معلقه صلصه كده ماشي، بس هو كده بيبقى اخف يعني. الصلصه بتخليه تقيل كده. الطماطم لما تكون فريش زي ما هي كده متقطعه شرايح كده من غير ولا صلصه ولا حاجه، بيبقى احسن كتير يعني. بس كده، مفيش يعني اسهل من كده خالص. اكله سريعه لذيذه جدا، والله العظيم لذيذه جدا يعني. طريقه مختلفه شويه للفراخ، بدل ما كل شويه بنحمرها او نشويها. بس يا رب يكون عجبكم الفيديو. شايفين الفرخه يا جماعه عامله ازاي؟ دايبه والله العظيم يعني، وعلى اخرها كده. انا عاملاها على فكره بصدور بس، يعني كتاف وصدور، قطعه قطعه كده من الصدر. ودي الفراخ على فكره اللي انا مربيها معاكم لو شفت الفيديوهات القديمه.
بس كده. شايفين؟ طبعا انت ممكن تعمليها بوراك عادي خالص، يعني اي قطعه في الفراخ بقى عادي جدا. وممكن على فكره تعمليها باللحمه، بس اللحمه هتبقى مستويه مش نيه زي دي كده. بس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.